في النهايه لما غلبته قال له دوم اشيل الربطه دي، اختار الربطه المربوطه النوع فيها 48 ديك، اكسرها، ومتاكد انه ما بيكسرها، والله قولت كش دي الحكمه انتهت. قال لهم يعني انا كان اصلا دار اوسق لكم حكمه تتكلم عن الوحده والتماسك، لكن طالما معاكم الدومه ده ما عندكم عوجه. رباطابي فاتح مطعم الساعة 2 صباحا، الكهرباء قاطعة، مولع شمعة بمشي في الناس، جاهو جنوبي النوع الصفصنوني تحت ما في. قال له عمك عندك بول؟ طفى الشمعة. رباطابي قال له فول في لك، يرجع ورا. ارجع ورا مترين ثلاثة، بعدين اشر ما تنضم بديك. جنوبي رجع ورا مترين ثلاثة، ثاني جا وراجع. قال له قال ملينا 2 بول، طفانا المرة الثانية. قال له قدر ظروفنا الدنيا ليل خلقة الله ما عندنا فيها مانع، بس قشتين اخر قشه فضلت واحد ارجع ورا. جنوبي رجع ورا زعلان، الناس زادوا على الرباطابي، الفول قرب يكمل، الجنوبي خاف الفول يكمل من ورا كورك ليه؟ امك والله بالطريقه ده بدينا مو بول بس. طفاني هاي. رباطابي حرقته عليه قال لا الله اجل كان عندي خشمك ده كان فتحت وانشر. وده واقف قدام القاضي. رباطابي ده بارد برود ولا هزيشي، ومحكمة مدورة فوق، والحكم صعب. القاضي لحظة النطق بالحكم، الرباطابي ده عنده قشة مدخلة في سنونه ويعمل كده. هو المحكوم. القاضي قال محكمة حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنغا حتى الموت. يا سيد حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنغا حتى الموت. بشر موت ما بتحس انت اعدام. قال لي ما سمعنا عامل راسك الكثير ده. قالوا ربنا يا اخواننا خلق اصوات الناس مختلفه، في ناس اصواتها جميله بالتاكيد، في ناس اصواتها ما جميله، في ناس اصواتها تخينه، في ناس اصواتها لكن صاحبنا ده صوته شاذ. النوع اللي بيقول لك السلام عليكم كيف تمام، صوت عجيب. جا ماشي بشارع الدكاتره شركات الانتاج الفني الفنانين بيغنوا، قالوا الله يعقل الواحد يطلع الشريط يغني مع الجماعه دي، ما اي زول بقى يغني ما. وصفوا لجنه الصوت ماشي لجنه الصوت، السلام عليكم دار نغني يا بشر. قال له اول حاجه الشغله دي ما رجع له، بعدين صوتك ده بقري كيف يعني؟ ها معاي انتو؟ هاي في الصوت انا. قال لي يا زلمه مش لدكتور خليه يغير لك حبالك الصوتيه، يشد لك الحبال الصوتيه لانه الحبال الصوتيه بتاعتك مرتخيه ما في طريقه تغني ولا يمشي. مشى للدكتور، الدكتور عمل له عمليه، الصوت قلب عكسي 180 درجه. النعل بيقول السلام عليكم كيف تمام؟ صوت عجيب حاد. رجع للجنة الصوت ثاني، السلام عليكم يا اخوان المفروض كان جيتكم قلت لكم ده اغني اصلا كان صوتي صعب شويه وانا جايز ها. قال له هوي امي جيب صوتك الاول، القنوات كترت بنجاز فوليك امش. كيف يعني؟ ما بينفع. قال لا صوتك ده ما بينفع، صوتك ده هابط. كيف يعني؟ قصدك شنو انتم جاي تقولوا كنتوا ما تكونوا انتوا الله. قال لا زلمه امشي. مشى للدكتور ثاني، قال الدكتور السلام عليكم يا اخي لو سمحت غير اديني صوت الاول يا اخي صوتك ده تافه. قال له صوتك الاول انا خطيته في برطماني يا ممرضه شفتي صوت الزول ده؟ قال لي مين يضرجني. القبائل السودانية كثيرة والقبائل السودانية جميلة، ونحن دائما لما ننكد عن القبائل السودانية يا اخواننا بنقصد انه نوصل ثقافة الاخر في بلدنا الجميلة وبلدنا المساحات ممتدة جوانا، وان شاء الله دائما نحتفظ بحاجاتنا الجميلة وبعاداتنا. الشوايقة في والجعليين في والجنوبيين في والرواطات في والغرابة في والشراقة في والادروبات في، ونحن هسه حاليا نختار لهم نموذج للشوايقة. اهل الشوايقة ناس طيبين خلاص، بس القرش ده شوية كده بس، هم صعبين شديد لكن شنو ما بيمرق الا يعرف دربه ماشي وين.
ده قالوا الشايقي عزم صاحبه جعل رحله في مركب، والشايقي مركب اسرته وجعل ضيف في نص البحر، شاء اراده ربنا سبحانه وتعالى المركب تتقلب، وما في زول بيعرف يعوم في المركب ده غير الشايقي. الجعل ده قنع كله. يعني الشايقي ده كان خلاص بقى طيب بيمرق امه، بقى يشهد راجي يومه. الشايقي كذب كل توقعات الناس اللي واقفين برا بعينه في المنظر وطلع الجعلي. ناس الحله الشايقي تخلي اهلك تمرق الجعلي، انت الجعلي داير منه قروش الله شنو؟ قال له عندي دايرين نخليه يموت شهيد. التحيه لكم والتحيه للشوايقه وللجعلين ولكل الناس. احنا حقيقه ده فاصل من همبري والكوميديا، حنرجع لكم تاني. شكرا جزيلا.